فالمطرب الشعبي المصري أحمد عامر صباح يوم الأربعاء 2 يوليو 2025 إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى تدهور حالته الصحية بسرعة، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة في أحد مستشفيات المحلة الكبرى بعد نقله إثر شعوره بإرهاق شديد عقب عودته من إحياء حفل في المنصورة. قد أثار خبر وفاته صدمة وحزنا كبيرا بين جمهوره وزملائه في الوسط الفني، خاصة أنه لم يكن يعاني من أعراض لأي مرض قبل وفاته بساعات. نشر أحمد عامر منشور على صفحته على فيسبوك بيعتذر فيه عن عدم مشاركته لأي أعمال فنية في الفترة القادمة لظروفه الصحية دون الكشف عن تفاصيل المرض. وبعد ساعتين فقط أعلن المطرب رضا البحراوي خبر وفاة المطرب أحمد عامر على انستجرام، معبرا عن حزنه العميق وملغيا لجميع حفلاته حدادا على صديقه. كما نعى عدد كبير من نجوم الغناء الشعبي كحمو بيكا والليثي شحتة كاريكا طارق الشيخ أحمد شيبة الذين أشادوا بموهبته وأخلاقه. أحمد عامر الذي كان في أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات من عمره اشتهر بأغانيه الشعبية ما بقتش مستغرب الكل خاب، صحبة بمليون وش، والتي عبرت عن هموم البسطاء بأسلوب أصيل قريب من الجمهور. صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بمحافظة الغربية مسقط رأسه. هناك شخصيات أخرى عبرت عن شعورها بحزنها للفقيد والدعاء له بالرحمة كرضا البحراوي وغيرهم من أصدقاء وعشاق المغني أحمد عامر. غفر الله له ورحمه وأحسن خاتمتنا أجمعين، إنا لله وإنا إليه راجعون. وكانت الوصية الأخيرة وهو رايح المستشفى قبل وفاته: امسحوا كل أغنية واقفلوا صفحتي. الله يرحمه.